السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم في مطبخ نعيمه جينا نديروا اللحم الحلو، يعني بابسط يعني مقادير ماشي بزاف. واش عندك يعني غير شويه شويه تقدري ديري يعني قدره ديالك تشد لك كيما نقولوا اسبوع كامل ولا حتى 12 يوم بهاد المقادير. يعني تحطي غير شويه في الطابله تاعك. في رمضان عندنا العينه يعني لي برونو، عندنا زبيب، وعندنا مشماش، وعندنا كاس سكر، وعندنا مرصوات تاع يعني زبده، زوج مغارف كبار تاع حشا زبده، وعندنا يعني برج قارص، وعندنا قرفه، وعندنا المزهر. هذا المزهر تاع هذه المعجره هو اللي هايل. نبداو على بركه الله في المقادير تاعنا ونبداو الوصفه في الحين. الحاجه اللي نديرها في هذه الوصفه هي ندير الزبده ديالي في القدره وندير المزهر. ما نديرش كامل الماء، ندير المزهر. ندير المزهر ديالي هنايا، نحطها فوق النار ومن بعد نولي لكم. هنا القدره تاعي فوق النار، غير طيب غير الذوب الزبده ديالي. ندير يعني العود القرفه ديالي وندير القارص. وحبيت برك نشكركم على التعاليق تاعكم، يعطيكم الصحه اللي راكم تدعموا فيا، والقناه تاعي كبرت بكم ومرحبا بكم عندي، ويعطيكم الصحة على كامل يعني المجهود اللي راكم ديروه معايا بالتعليقات باللي لايك بكلش. يعطيكم ما تمنوا، ربي يفرحكم في هاد العواشر. في هاد المرحلة الثانية واش راح ندير؟ حنحط البرقوقة ديالي تفور، نحطها تفور هنايا، نحط كامل البرقوقة تاعي تفور هنايا، والزبيب ديالي كيف نخليهم يفوروا. الا حبيتي ديري تفاح ديري حبه تفاح، الا ما حبيتيش ما ديريش، يعني ديري واش عندك ديري حسب الرغبه ديالك. نديرهم فوق الفرنو يفوروا شويه ما بيد ما الزبده ديالي يعني تلاخر روحها كامل في القدره، ونعاود نولي لكم. وهنايا حبيباتي باش العينه ديالكم تجي يعني معطره وشابه، واش نديروا لها؟ نديروها على العود تاع القرفه هنايا يفور معاها، باش هذيك القرفه تعطر كامل هاد العينه والمشماش والزبيب يتعطروا كامل كيف كيف. هنايا زبده تاعي بدات يعني تذوب، زبده ولا لابيل ولا اي حاجه مارغرين، ولا ندير معاها هذاك البرش تاع القارص هنايا نحطو هنايا معاها، ونخلي القدره تاعي هكذايا، ونزيد لها الكاس تاعي تاع السكر، نخليها تغلي على نار قليله، ما نزيدش الفرن كامل. العينه تاعي راهي طابت كيما فورتها، والمشماش كيف كيف، الزبيب كيف كيف طاب. راني غلفته هنايا خليته، وراني نستنى في لاصوص تاعي تعقد، يعني تولي عاقده شويه. شوفوا كيفاش راهي لاصوص ديالي، يعني عقدت بيان. السكر هذاك تلبى مع الزبده والمزهر. دوك نزيد شويه ونحط يعني العينه والمشماش ديالي هنايا، ونزيد لها شويه مزهر الا عندي، ولا ما عنديش يعني هذاك المزهر اللي درتو هو طيبته في المزهر، ما درتش كامل الماء. هذا هو السر تاع اللحم الحلو باش يجي بنين. بنات المرقه تاعنا راهي الله الله عليها. نحطوا العينه، نحطوا المشماش، نحطوا الزبيب اللي كنا فورناه، ونخلوه يعني غليه وحده ونطفوا عليه. ومن هنا يا البنات نكون كملت معكم الوصفه تاع اليوم، يعني باش تحبوا تجيكم لاصوص بيضه هذيا تاع اللحم الحلو. يعني البنات كامل يحبوا يقول لك كيفاش تجينا لاصوص بيضه. هذه هي يعني السر تاعها، انه ما طيبيش البرقوقه والمشماش، ما ديريهمش ديريكت مع السكر، تفوري كامل لي زانغريديان اللي عندك يفوروا سيباري، وراكي طيبي في السكر وفي المزهر وكامل والزبده في قدره وحدها سيباري يعني. ومن بعد كي يطيب لك السكر تاعك وطيب لك هذه الفاكهه ديالك لي فروي سيك، ديريهم في القدره تاع اللحم الحلو، وما تخليهاش تبطى يعني بزاف.
وهكذا نكونوا كملنا الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله نتمنى تنال اعجابكم. واني درتها لكم في ليله رمضان، يعني غدوه رمضان ان شاء الله، باش تصيبوا الوصفه ويعني تدعيوا لي دعوي الخير. صحه رمضانكم ومع السلامه.